كل يوم المدرسة طول الأسبوع. مافن البيض سهل جدا، مكونات موجودة في البيت وطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت، طعمها في منتهى الجمال، هتعجبك وهتعجب العيال. قالوا الحاجة هنبتدي بالبيض، هنكسر حوالي 5 بيضات في سلطانية كبيرة. جميل. وهنيجي بقى دلوقتي ونحط لهم ملح ونحط لهم فلفل. الكمية دي بتكفي صينية المافن اللي على الجنب اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي فيها 12 فتحة. بحط كمان شوية زعتر، بيدي حلو قوي. وبعدين هبتدي بقى اضرب كويس جدا جدا. كل ما ضربنا اكتر كل ما كان نفش وبقى حلو، ومن غير اي اضافات اخرى هينفش ويبقى جميل. باحب بقى كمان أحُط يعني بُق كده مَيّة ساقعة متلّجة، مش لبن، لأ مَيّة. المَيّة بقى هتعمل شغل حلو جدًا، جدًا، هتخلّي المmuffin ينفش ويبقى لذيذ، بس ساقعة متلّجة. طاسة على النار، هنحُط زيت زيتون، وهاجي بقى دلوقتي هاستخدم بقى بواقي حاجات. أولًا دي بصلة مفرومة، بصلة واحدة بس، دي كانت نُص فلفلاية حمرا قطّعتها مكعبات، ودول 3 مشرومات بالعدد كبار كانوا عندي في التلاجة بواقي، برضه قطّعتهم شوية. ده بقى حبة سبانخ أنا مفرّزاهم، كان عندي حزمة كبيرة وفرّزت بقيتها، ما كنتش محتاجاها وآدي هتيجي وقتها. البصلاية بقى ركّزوا معايا، هناخد نُصّها الأول، نُصّها، شوفوا قد كده اقتصادية الوجبة دي. نُص البصلاية بس هاحطها في زيت الزيتون اللي على الطاسة ده، وهابتدي أشوّحها وأعمل لها sauté. زي ما باقول لكم كل الخضار اللي أنا عاملاه ده اختياري، ممكن تغيّروا زي ما أنتم عايزين. قسمت بقى البصل، كمان قسمت البصل إلى نُصّين أو ربعين، وهاحط على ربع منهم الفلفل الأحمر، والربع التاني هاحط عليه المشروم، وهافصل القوات يعني هاخلّي دول لوحدهم ودول لوحدهم، مش هنعمل اختلاط. لو أنتم عايزين تعملوا اختلاط أوكي، بس أنا عملت كده ليه؟ عشان في أولاد ما بتحبش المشروم مثلًا، في عيال ما بتحبش الفلفل الأحمر، فما نحطلهمش كل حاجة مع بعض بقى ونقول إيه يا بقى عايزينهم ياكلوا وبتاع، ما تتخانقوش مع العيال في حتة الأكل دي، بالذات في الأكل سيبوهم ياكلوا اللي على مزاجهم. فصلنا القوات ما بين الفلفل الأحمر وما بين المشروم، واتشوحوا كده وبقوا حلوين خلاص. هاجي بقى دلوقتي وهديهم طبعا كل واحدة فيهم الملح والفلفل بتاعها، تمام. لازم يتبلوا هم كمان، مش بس تبلنا البيض. هاجي بقى دلوقتي بالspatula وهاشيل بقى كل جزء واحطه في طبق لوحده، تمام. طبعا لو انتوا متأكدين ان عيالكم بيحبوا ده وبيحبوا ده حطوهم مع بعض، مش مشكلة خالص. بعد ما شِلت كل الفلفل الأحمر من الطاسة، هازوّد نسبة صغيرة بس من زيت الزيتون، وهاحط بقى بقية البصلاية، وهابتدي أشوّحها، وهابتدي دلوقتي أحط كمان السبانخ. دول حبّة صغيّرين على فكرة، على فكرة أنتم مش محتاجين كمية كبيرة من الخضار في هذه الوصفة، يعني زي ما باقول لكم بواقي الخضار اللي عندكم في التلاجة، حزمة يعني كبشة سبانخ، لو عندكم الفريزر موجودة تبقى كبشة سبانخ، نُص فلفلاية، 3 مشرومات، أنتم محتاجين بواقي الأكل فعلًا اللي موجودة في التلاجة عندكم. عايزين تزودوا بقى حاجات تانية زي مثلا تحطوا بسطرمة، تحطوا فراخ مثلا قطع صغيرة. هنتبل بقى السبانخ، هنحط ملح وهنحط فلفل اسود، وهنحط دلوقتي حتة سميق صغنطوطة كده. جميل، تمام. خلاص السبانخ تمام، خلوها على جنب. تعالوا بقى دلوقتي في صينية المافن هنحط بقى في الايه الفتحات بتاعتها قطع بقى الايه الخضار اللي احنا عملناه. هنا في المجموعة الأولانية هحط الفلفل الأحمر بالبصل. جميل، ماشي. المجموعة التانية الرصة التانية أو الصف التاني هاحط المشروم، تمام. والصف بقى التالت هاحط فيه السبانخ. هندّي بقى خليط البيض ضربة كمان عشان كان قاعد بقى له شوية، ونبتدي بقى بالراحة كده زي ما أنتم شايفين السلطانية ليها بوز كده، فهابتدي أنزّلهم جوّه الفتحات. خلّي بالكم ما تملوهاش للآخر علشان ما يطلعش البيض وينفش، لإن هو هينفش. جميل، يعني سيبوا ملي. على الحبة اللي هم فيهم الفلفل الأحمر هاحط شوية بيستو كان عندي في التلاجة. جميل، ممكن اختياري، ممكن ما تحطوهوش خالص براحتكم جدًا، جدًا. وعندي جبنة فتة علشان أحطها على السبانخ. جميل، برضه اختياري، ممكن ما تحطوش. ممكن بقى على المشروم هاحط جبنة شيدر، ممكن تعملوا خلطة جبن زي شيدر، زي فلامنك، زي موتزاريلا، وتحطوهم على كلهم وخلاص وتخلصوا. حلو، فآدي الشيدر اللي على المشروم. طبعًا ما تعملوش زيي، أنا هنا حطيت الصينية على البورد على طول، لأ كان لازم أحط الصينية دي اللي هي الألومنيوم الأول قبل ما أحط الصينية السيليكون عشان أعرف أشيلها أدخّلها الفرن. ودي بعد ما طلعت شكل المافنز بصوا حلوين إزاي ومنفوشين وجُمال. صينية السيليكون بتسهّل لي بقى إن أنا أروح زقّاهم كده من تحت وأطلّع كل واحدة لوحدها كده أهو بصوا، في منتهى الجمال، سهلة جدًا، جدًا. باسيبهم يبردوا خالص عشان لمّا يطلعوا حلوين كده وظراف وما يبقوش متقطّعين.
واحلى حاجه بقى انه دول يقعدوا معانا في التلاجة عشان بقيه الاسبوع. نحطهم في علبه، هنحطهم طبعا في علبه وهنقفلهم ونحطهم في التلاجة. نسحب منهم بقى الولاد وهم نازلين. عاده الصبح الامهات ما بتبقاش قادره تقعد كل يوم تعمل فطار، دي تبقى حلوه لذيذه، تطلع تتحط في الميكرويف في ثواني وتبقى لطيفه. وممكن كمان نخزنهم على فكره في الفريزر، بحطهم في العلبه الازاز دي او احطهم في علبه الومنيوم براحتكم خالص خالص، وتدخلوهم الفريزر متغطيين. هيقعدوا معاكم الاسبوع كله في الفريزر او في التلاجة، ما تقلقوش منهم، هيفضلوا زي ما هم طازه. احلى واحده بقى بتاعت البيستو والفلفل الاحمر، تجنن تجنن في منتهى الجمال.